ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. أنا اسمي الحاجة منيرة، وعندي دلوقتي 65 سنة. قصتي اللي هحكيها ليكو بدأت من بعد ما اتطلقت على طول. وطبعا طلاقي ما كانش يعني دلع مني أو إني بتبطر على عيشتي. بالعكس، أنا اتطلقت علشان جوزي كان مدمن، وكمان ما كانش بيشتغل ولا بيصرف علينا، وأنا تعبت من كتر ما بصرف عليهم، وكنت عايزة أحافظ على ولادي اللي الحمد لله ربنا قدرني وربيتهم أفضل تربية، أدب وأخلاق ودين وتعليم كمان. كل اللي يشوفهم أو يعرفهم كان بيحسدني عليهم. أنا عندي بنتين وولدين، كلهم دلوقتي متجوزين وفرحانين في بيوتهم، ما عدا بنتي الكبيرة. دي بقى حكايتها حكاية، وهو ده موضوع قصتنا النهاردة. ومنيرة قاعدة بتتكلم مع جارتها سعاد بعد الطلاق بفترة صغيرة. والله يا منيرة يا أختي، هم الدنيا ما بقاش سايب حد، وما تفكريش إنك بس اللي كنت شايفة الهم مع جوزك. أنا مستعدة أحلفلك إن جوزي نفس العينة ويمكن أسوأ. أهو دي بقى اللي لا يمكن أصدقك فيها، لأن طليقي مفيش أسوأ منه في الدنيا. ده أنا بحمد ربنا إني عرفت أربي ولادي كويس وأطلعهم حلوين، والكل بيحلف بيهم وبأدبهم وبأخلاقهم كمان، رغم إن هما شايفين باباهم قدامهم حاله يعني لا يسر عدو ولا حبيب. طب والله كل كلمة حكيتيها ليا عن طليقك نفس اللي بيعمله جوزي بالظبط، وزيدي كمان فوقيه شتيمة وضرب وإهانة، وطبعا بيعمل كل حاجة قدام ولادي لدرجة إن هما بيقلدوه. محدش فيهم بقى بيحترمني خالص. بصراحة كده وما تزعليش مني، أنا بقيت أحسدك على ولادك إنك قدرت تربيهم كويس رغم كل اللي حصل بينك وبين طليقك. طب وانتي إيه اللي مصبرك على كل ده؟ ما تنفصلي عنه زي ما أنا عملت، علشان على الأقل خالص تربي عيالك كويس. ده اللي خلاني قررت أتطلق، لأني خفت إن عيالي يتعاملوا معايا بسلوك باباهم. طب انتي اتطلقتي من غير ما تكون هماكي حاجة ولا شاغلة بالك. أولا لأنك موظفة، تاني حاجة قاعدة في شقة المرحوم باباكي، يعني كل حاجة ربنا مسهلها لك، مفيش قدامك أي عقبة. لكن أنا مش موظفة، ما عنديش أي مصدر دخل، وانتي عارفة إن أبويا ساكن بالإيجار والظروف على قد الحال. يعني أنا لو فكرت أتطلق من جوزي هلاقي نفسي مرمية في الشارع، ومش هعرف أصرف على ولادي جنيه. هو طبعا هو هيصدق إن أتطلق علشان يخلع إيده من مصاريف الولاد. خليني يا أختي متدارية معاه أحسن، أهو على الأقل لا أي حد يجيب لي أكلي أنا وولادي. هو صحيح بالخناق وبفرجة الناس علينا، بس هي ماشية. في الوقت ده كانت سعاد بتتكلم وهي بتعيط على حالها، لأن فعلا كانت متبهدلة من جوزها ومن أولادها. وإحنا بنتكلم لقيت سميرة بنتي الكبيرة داخلة عليا، وكالمعتاد بست إيدي وراسي وهي بتسلم. ربنا يرضيكي ويرضى عنك يا بنتي. أمال يعني رجعتي بدري ليه؟ أنا كنت فاكرة إنك هتتأخري. جنات صاحبتك لما جت الصبح وسألت عليكي قالت إن وراكي محاضرات كتير. ده أنا حتى استغربت، انت ليه سبتيها ومشيتي طالما يا بنتي هتعدي عليكي؟ أنا سبتها ومشيت يا ماما بسبب موضوع كده بيني وبينها، هبقى أحكي لحضرتك عليه بعدين. وعلى فكرة إحنا ما وراناش محاضرات كتير ولا حاجة، هو بس في حكاية كده هنبقى نتكلم فيها، بس مش دلوقتي، لما نكون لوحدنا. بعد إذن حضرتك يا ماما، هسيب حضرتك تكملي قعدتك مع طنط سعاد. أهو دي العيلة اللي تفرح ولا بلاش. بنتك شاطرة في الكلية وبتطلع كل سنة بتقدير كبير، وكمان مؤدبة ومحترمة، والكل بيحلف بأخلاقها. وكمان تدخل من بره أول حاجة تعملها تبوس إيدك وتطمن عليكي. هو أنت عايزة إيه أكتر من كده؟ مش أنا اللي بنتي بتدخل تبصلي من فوق لتحت كأني عدوتها وتسيبني وتمشي؟ يا حسرة عليا، ما هو في ناس كده ليها بخت في كل حاجة، وناس بختها زي الزفت في كل حاجة.
طب يا شيخة قولي بسم الله ما شاء الله، صلي على النبي، في حد يتكلم بالطريقة دي؟ وبعدين كل واحد بياخد نصيبه، ما تفكريش يعني بنتي بقت كده بالساهل. أنا تعبت جدا في تربية ولادي علشان أطلعهم محترمين. بالراحة بس يا منير، أنا بتكلم معاكي عادي علشان انتي أختي. انتي مالك اتفتحتي فيا كده ليه؟ ألا تكوني فاكرة يا أختي إن أنا أحسدك على اللي انتي فيه. أنا بتفك يعني معاكي بكلمتين بس. على العموم طالما بتزعلي قوي كده يبقى خلاص، مش هتكلم يا ستي ولا هجيب سيرة ولادك تاني. بعد إذنك أسيبك بقى علشان تقعدي براحتك مع بنتك. ومشيت سعاد من عندي، واتكرر الموقف بتاع كلامها على أولادي كتير جدا لحد ما قطعت معاها خالص، وبقيت يا دوب بكلمها في حدود. ما بقيتش أسمح إنها تعرف حاجة عن بيتي أو أي حاجة عن ولادي. أنا حتى بطلت استقبلها في بيتي. بس بعد فترة لاحظت تغيرات في سلوك بنتي ما كانتش عجباني، وقررت أتكلم معاها. ومنيرة دخلت الأوضة فجأة على سميرة بنتها، لقيتها بتتكلم في التليفون. وأول ما شافتها ارتبكت جدا وقفلت الخط على طول. كنت بتتكلمي مع مين؟ وأنا أول ما دخلت قفلتي ليه؟ أنا ممكن يا بنتي أطلع لما تخلصي يعني مكالمتك براحتك؟ مش عايزة أعرف كمان أنتي بتكلمي مين، لأن أنا واثقة فيكي. أنتي بنت عاقلة وتقدري تاخدي القرار الصح في أي موضوع، مش هتغلطي أبدا. أوف بقى، هو أنتي حضرتك عملتيها موضوع كده في دقيقة؟ على فكرة أنا كنت بكلم سهام صاحبتي علشان أخد منها كشكول المحاضرات، لأن كان في محاضرة النهاردة فاتتني، لا أكتر يعني ولا أقل. المهم حضرتك كنت جاية عايزة إيه؟ أصلي بصراحة مش فاضية إن أقعد أتكلم مع حد، ورايا مذاكرة كتير جدا. فضي نفسك ساعة واحدة ليا، في موضوع مهم لازم نتكلم فيه، ولازم أعرف إيه اللي غير أحوالك بالشكل ده وخلاكي بتتكلمي معايا بالطريقة دي. أنا عايزة أعرف إيه اللي حصل لك، ومين سهام دي اللي بقيتي انتي وهي أصحاب فجأة؟ مش كنتي مصاحبة جنات؟ أنا ملاحظة إنك بطلتي تروحي لها، ولا هي كمان بقت تعدي عليكي زي الأول. يا ماما لو سمحتي، أنا من حق أختار أصحابي براحتي، وبعدين جنات ليها أصحاب غيري، وأنا كمان ليا أصحاب غيرها. ده غير إن سهام كويسة جدا وممتازة بصراحة، وأنا مرتاحة في صداقتها. فلو سمحتي دي حياتي، ما تتدخليش فيها. حضرتك طول عمرك مدياني حرية الاختيار، إيش معنى دلوقتي عايزة تتحكمي فيا أصاحب مين وما صاحبش مين؟ ماشي يا سميرة، أنا هسيبك دلوقتي علشان تشوفي المذاكرة اللي وراكي، بس اوعي تفكري إن الموضوع انتهى على كده. على العموم انتي في آخر سنة في الكلية، الامتحانات قربت، وبعد ما تمتحني وشهادتك تطلع لينا حساب مع بعض. في الفترة دي كانت خلاص بقى أيام على ميعاد الامتحان، بس أنا كنت قلقانة جدا على بنتي، ما كنتش قادرة أصبر بصراحة. علشان كده اتصلت على جنات صاحبتها علشان تيجي وأعرف منها الحكاية بالظبط. ومنيرة قاعدة تتكلم مع جنات صاحبة بنتها. هو إيه بالظبط اللي حصل بينك وبين سميرة؟ وليه ما بقيتيش تعدي عليها ولا تكلميها زي الأول؟ أنا ملاحظة إن كل واحدة فيكو واخدة جنب عن التانية. مفيش حاجة يا طنط، كل الموضوع إن سميرة بقالها أصحاب تانيين، وأنا ما بحبش البنات اللي هي ماشية معاهم، عشان كده بقيت بمشي لوحدي. لو حضرتك عايزة تعرفي حاجة يا ريت تسألي سميرة. عن إذن حضرتك، أنا عايزة أمشي. استني بس يا جنات، يا بنتي لو في حاجة سميرة بتعملها أو حصل أي حاجة يا ريت تقوليلي عليها، وده طبعا علشان الحق. أي حاجة مش مظبوطة بتحصل، لأني ملاحظة إن سميرة متغيرة بقالها فترة، ولما سألتها قالت لي مفيش أي حاجة، بس مش عارفة ليه حاسة إن هي بتكذب. بصراحة كده يا طنط بدون كدب، البنات اللي ماشية معاهم سميرة من أول السنة سلوكهم مش كويس. سميرة كمان بدأت تقلدهم في كل حاجة، لدرجة يعني إنها بقت تقلع الحجاب في الكلية زيهم. ده غير كمان إن في واحدة فيهم عرفتها على أخوها، والشاب ده بقى بيخرج مع سميرة كتير، لدرجة إنها بقت تهرب من الكلية علشانه. يا نهار أبيض، أنا مش مصدقة اللي بسمعه. ده انتوا طول عمركم أصحاب. يا بنتي
لما لقيتيها ماشية مع ناس مش كويسين وبدأت تتجري في سكتهم، ما نصحتيهاش ليه؟ ما خليتيهاش ليه تبعد عنهم؟ أو على الأقل خالص كنتي قلتيلي قبل ما تتغير بالطريقة دي، كنا لحقناها. أنا نصحتها كتير يا طنط، وهددتها إني هقول لحضرتك، بس هي بطلت تتكلم معايا واتخانقت معايا علشان خاطرهم، وهددتني لو قلتلك هتاخد البنات دي وتروح لبابا وتفهمه إن أنا اللي سلوكي مش كويس، علشان كده أنا سكت. أنا مش عايزة مشاكل، ولو سمحتي حضرتك ما تقوليلهاش إنك عرفتي مني حاجة، عشان أنا مش هستحمل حد يجيب سيرتي بكلمة. وسابتني جنته ومشيت، وأنا دماغي بقت عمالة تودي وتجيب. قررت أراقب تليفون بنتي وأراقب تصرفاتها علشان أعرف الكلام اللي أنا سمعته ده صح ولا غلط، ولا صاحبتها بتتبلى عليها علشان هما متخانقين مش أكتر. وبقيت أخلي بنتي نايمة أو في الحمام وآخد تليفونها أفتحه وأشوف اللي فيها، واتصدمت لما لقيت فيه محادثات كتير جدا بتثبت كل كلمة قالتها جنات وأكتر كمان. ساعتها بس خدت التليفون ورحت واجهت بنتي باللي شفته. ده إيه اللي موجود على تليفونك ده بالظبط؟ بقى حضرتك بتهربي من الكلية وتخرجي تتفسحي وتلفي مع بنات عديمة الأخلاق، وكمان مصاحبة شاب بتخرجي معاه متفقة معاه على الجواز من ورانا. ده غير الكلام القذر والصور القذرة اللي انتي بعتها له. انتي مين سمحلك أصلا تفتشي في تليفوني وتدخلي نفسك في حياتي بالشكل ده؟ هو انتي ما سمعتيش عن حاجة اسمها احترام خصوصية الغير؟ أنا مش فاهمة، انتي بقيتي تتدخلي في اللي ما يخصكيش بالشكل ده من امتى؟ ما انتي طول عمرك سايباني أعمل اللي أنا عايزاه. أولا مفيش حاجة اسمها خصوصياتك طول ما احنا عايشين في بيت واحد. ده غير ايه كمان بقى؟ إنك بنتي، يعني اللي يخصك يخصني، بالذات لما تكون حاجة تمس أخلاقك ومستقبلك اللي طول عمري بحارب علشانه وعلشان ابنهولك. مش هسيبك تهديه بالسهولة دي. وبعدين أنا كنت سايباكي تعملي اللي انت عايزاه لما كنت عاقلة وبتعرفي تتصرفي وتاخدي قرار صح، لكن لما الاقيكي بتمشي غلط ما ينفعش اتفرج عليكي وانا شايفاكي بتدمري نفسك بنفسك. مش معنى انك امي يعني تتدخلي في كل حاجة، ما ينفعش. انا انسانة بحب الاستقلالية. وعلى العموم ما تقلقيش، الموضوع قرب يخلص وقريب جدا هيبقى لي حياتي الخاصة اللي مش هتقدري تتدخلي فيها. لو كان قصدك على البني آدم اللي انت بتكلميه، فأنا عايزة أقولك إن هو لو آخر واحد في الدنيا مش هخليكي تتجوزيه، لأنه واضح جدا إنه إنسان مش كويس. لأنه لو محترم ما كانش يساعدك تهربي من الكلية وتدمري مستقبلك. في الوقت ده سميرة ما ردتش عليا، وأنا كنت فاكرة إنها سكتت علشان تفكر في كلامي. بس بعد امتحاناتها أول ما خلصت على طول رجعت في يوم من الشغل ما لقيتهاش، ولما اتصلت على تليفونها كتير لقيته مقفول. ومش بس كده، لما دخلت أوضتها لقيت كل هدومها مش موجودة. وساعتها بس اتأكدت إنها سابت البيت ومشيت، وبقيت بدور عليها زي المجنونة وما كنتش لاقيها في أي حتة، لحد ما اتصلت على باباها من كتر يأسي. ومنيرة بتكلم بابا سميرة في التليفون: الحقني يا أبو سميرة، أنا مش لاقية البت في أي حتة، مش عارفة هي راحت فين، خايفة تكون عملت في نفسها حاجة، أرجوك دور معايا في أي حتة، أو تعالى نروح نعمل بلاغ في الاسم. بنتي عندي وما اختفتش ولا هربت، أنا بنتي متربية، لما زهقت من عيشتك جت وقعدت عندي. أصلها بتفهم في الأصول زي باباها، مش بتحب تخرب البيت علشان تمشي على حل شعرها زيك. هو دلوقتي وقت إنك تتبلى عليا وتطعني في شرفي؟ ما كفاية بقى. هو أنت إيه، ما تعلمتش أبدا؟ لو سمحت اديني سميرة، عايزة أتكلم معاها. هي لا عايزاكي ولا طايقاكي، ولما جات لي هنا قالت لي بكل صراحة إنها مش عايزة يكون ليها أي صلة بيكي، وبتعتبر إن هي ملهاش أم أصلا. فياريت بقى تخلي عندك كرامة وتبعدي عن حياتها، وأنا هعرف إزاي أخلي بنتي أسعد واحدة في الدنيا كلها. طبعا اللي حصل ده كانت فرصة وجات لي طليقي علشان يثبت للكل إن هو كويس والأولاد يحبوه، وإن أنا
اللي إنسانة مش كويسة، بس أنا ما كانش هاممني. كل اللي هاممني أحافظ على سميرة وأخليها ترجع عن اللي في دماغها. وعلشان كده لبست ورحت لها البيت عند باباها، ومنيرة كانت واقفة على الباب عند طليقها، وسميرة قاعدة، وبابا سميرة واقف على الباب ورافض يدخلها. انت ايه اللي جابك هنا يا ست انتي؟ مش احنا خلاص اتطلقنا؟ هو اللي بينا اتهد؟ ما تخلي عندك دم وتفضلي امشي من هنا. انا مش قابل وجودك في بيتي. انا مش عايزة اشوفك ولا ادخل بيتك اصلا. الحاجة الوحيدة اللي اجبرتني اجي هنا هي بنتي. اول ما اخدها همشي من هنا على طول، ومش هتشوف وشي تاني. انا بنتي خلاص اختارت تقعد معايا، ده غير كمان انها دلوقتي مخطوبة، وخطيبها مش مآمن عليها عندك، وعايزها تقعد عندي أنا. قومي يا سميرة، تعالي معايا، سيبك من اللي باباكي بيقوله. أنا أوعدك إني هسأل على الشاب اللي انتي بتحبيه وعايزة تتجوزيه، ولو كان كويس ساعتها هسيبه يتجوزك. إنما لو وحش يا بنتي يبقى بلاش تضيعي مستقبلك علشان حب وكلام فاضي. ريحي نفسك، هي مش هترد عليكي لأنها مش عايزة تتكلم معاكي من أساسه، وأنا هعمل لها كل اللي هي عايزاه، وهجوزها الشاب اللي هي بتحبه. أنا خلاص وافقت على الشاب ده، وجوازهم كمان هيكون قريب. طب اسأل الأول على الشاب ده، أنت مش عارف. أنا قريت المحادثات اللي بينهم. ده شاب فشل في الكلية وكمان عاطل، ما عندوش أخلاق، وبنتك عارفة الكلام ده كله. فكر في مصلحة بنتك قبل ما تفكر تنتقم مني. بنتي مش صغيرة وهتعرف تختار مستقبلها براحتها، وأنا مش هغصب عليها في حاجة. هو أنت فاكرة إن أنا زيك وعايز أفرض رأيي وخلاص؟ وبعدين أي حاجة تطلبها أنا هعملها لها علشان أخليها في صفي. ده أنا ما صدقت إن حد من ولادي رجع لي بعد ما أنت خدتيهم وحرمتيني منهم، ودي فرصتي علشان أنتقم منك. مش قادرة أقول لكم أنا كنت مصدومة قد إيه. كنت عمالة أكلم في سميرة، ما كانتش حتى بترد عليا، كانت بتبصلي وترجع تبص الناحية التانية. أنا مشيت ساعتها من هناك، بس ما سكتش، رحت كلمت عمامها وعماتها وكل اللي أعرفه في أهل أبوها. كلمتهم، معظمهم قالوا ملناش دعوة بالموضوع ده، وفي منهم اللي اتكلم مع طليقي لكن بدون فايدة، وفي كمان اللي اتكلم مع سميرة وما قدرش يغير رأيها، سواء من أهلي أو من أهل باباها، لأن الشاب ده كان مسيطر عليها بشكل فظيع. وبعد فترة عرفت إن سميرة اتجوزت من غير حتى ما تعزمني على فرحها، ومش قادرة أوصف لكم حرقة قلبي كانت قد إيه لما اتحرمت من اليوم ده اللي أنا كنت عايشة طول عمري بتمناه. بس كنت بدعي ربنا يخلف ظني، والشاب بعد الجواز سلوكه يتعدل ويكون كويس. لكن كنت بسمع كلام من أهل طريقي عن حياة سميرة، وكنت عارفة إنها بتشتغل وبتصرف على جوزها. وبعد سنتين عرفت إن هي اتطلقت. كنت فرحانة جدا إنها اتطلقت قبل ما يكون عندها أي أطفال منه، وكنت مستنية إنها ترجع تعيش معايا تاني وننسى اللي فات. بس هي رفضت تعيش معايا أو حتى مع باباها، وسألت لحد ما عرفت إنها عايشة في شقة هي ومجموعة من البنات اللي كانت ماشية معاهم أيام الكلية. ساعتها أخدت أخويا ورحنا لها مكان ما هي قاعدة، وسميرة قاعدة بتتكلم مع مامتها وخالها. انتوا جايين هنا بتعملوا ايه؟ هو انا كم مرة هقول لكم ابعدوا عن حياتي؟ انا مش صغيرة، مش عايزة حد فيكم في حياتي. انا من حقي اعيش براحتي والطريقة اللي انا شايفاها صح. انت بتتكلمي بالاسلوب ده مع مين؟ ما تحترمي نفسك شوية وتتكلمي كويس معايا انا وامك. هو احنا يا بنتي ايه اللي هيجيبنا هنا غير ان احنا خايفين عليكي وعلى مصلحتك؟ ازاي يعني تقعدي انت ومجموعة بنات في شقة زي كده من غير ما يكون معاكم راجل، خصوصا إنك دلوقتي مطلقة؟ وإنت عارفة الناس مش بتسيب حد في حاله. إنت عارفة ممكن يتقال عليكي إيه؟ اللي عنده حاجة يقولها، أنا ما بيهمنيش. أنا مش بعمل أي حاجة غلط، أنا قاعدة هنا علشان أكون براحتي، لأني عارفة لو رحت عند ماما هتتحكم فيا، ولو رحت عند بابا برضه هيتحكم فيا، وأنا من حقي أختار الحياة اللي تخصني وتريحني.
من الواضح قوي من طريقة كلامك إنك لحد دلوقتي لسه ما تعلمتيش أي حاجة من التجربة اللي مريتي بيها، ومش عارفة هتتعلمي إمتى إن اللي بتعمليه ده غلط وما ينفعش. إحنا يا بنتي في مجتمع شرقي، مش عايشين في أوروبا. ولما انتي عارفة إن إحنا في مجتمع شرقي مش في أوروبا، ليه اتطلقتي من بابا ورحتي قعدتي لوحدك في بيت بدون راجل؟ ولا انتي فاكرة إن ليكي حق وغيرك ملوش حق؟ زي ما انتي خدتي قرار الطلاق واستقلتي بحياتك، أنا كمان خدت قرار الطلاق وهستقل بحياتي، ومش عايزة أشوف وش حد فيكو هنا، ومش عايزة أشوفك هنا تاني، لأن انتي بالذات مش عايزة أي علاقة بيكي. أنا همشي وهسيبك، بس أنا عايزة أعرف انتي ليه واخدة مني الموقف ده؟ قوليلي على حاجة واحدة أنا عملتها ضد مصلحتك، حاجة واحدة زعلتك مني للدرجة دي، لدرجة إنك بتعامليني بالطريقة دي ومش عايزاني في حياتك. من وجهة نظرك انتي ما عملتيش أي حاجة، كل حاجة بتعمليها في مصلحتي، إنما أنا ليا رأي تاني خالص، وشايفة إن كل كارثة في حياتي انتي السبب فيها، خصوصا إنك عايزة تكوني المتحكمة في كل حاجة في حياتي، وأنا أقولك نعم وحاضر وبس. بس أحب أقولك إن ده مش هيحصل. انتي خلاص ما بقاش ليكي وجود في حياتي، واتفضلي خدي أخوكي وامشي من هنا، ومش عايزة أشوف وشكم تاني. انتي قليلة الأدب، وفعلا أختي قصرت في تربيتك، ومن دلوقتي أنا متبري منك، وملكيش أهل أم خالص، ممنوع تعرفيني أو تبعتلنا في أي وقت. وأخدني أخويا ومشينا. كنت منهارة من اللي سمعته من بنتي، وقلت أسيبها فترة تهدى وترتاح، يمكن أعصابها تعبانة من الطلاق. وفعلا سبتها فترة، وبعدين رحت لها تاني علشان أتكلم معاها بالعقل. بس المرة دي رحت لها لوحدي، بس للأسف شفت واحدة تانية خالص غير بنتي. ما كنتش مصدقة إن اللي قدامي دي هي سميرة، لأنها أول ما شافتني وبدون ما أتكلم فضلت تشتم فيا وتسبني بألفاظ مش كويسة. لما حاولت أفهم هي بتعمل كده ليه، ضربتني وطردتني بره البيت اللي هي قاعدة فيه. وساعتها من حرقة قلبي فضلت أدعي عليها، وفي نفس الوقت كلمت باباها علشان يشوف حل معاها. بس للأسف هو قال إن ملوش أي علاقة بيها، وإن هو متبغي منها. ما لقيتش قدامي أي حل، لأن بسبب سلوكها السيء أهل باباها وأهلي اتبغوا منها خالص. وعرفت بعد فترة إنها اتجوزت واحد مطلق، قعدها من الشغل علشان تخدم بنته من مراته الأولى. وعرفت إنها بتتعامل أسوأ معاملة، وعلى قد ما كان قلبي بيتقطع عليها، على قد ما كان لازم أسيبها تخوض التجربة بنفسها، يمكن تتعلم المرة دي. وفي يوم وأنا قاعدة لقيت الباب بيخبط، وفتحت لقيت سميرة واقفة قدامي بتعيط، وكانت ساندة على العكاز. العكاز اللي في إيدك ده مالك يا قلب أمك؟ تعالي ادخلي بسرعة، فيكي إيه؟ طمنيني عليك، بتعيطي ليه بالشكل ده؟ اهدي يا بنتي. ما كنتش متخيلة إني مهما عملت معاكي تقسي عليا وما تسأليش عليا بالطريقة دي. أنا في المستشفى بقالي كذا شهر. زي ما انت قررتي إن ملكيش أم، أنا كمان قررت إن ماليش بنت. وزي ما انت خرجتيني من حياتك، أنا كمان خرجتك من حياتي. ولا يمكن هنسالك أبدا إنك طردتيني وضربتيني وهنتي كرامتي قدام البنات اللي كنتي قاعدة معاهم. أرجوكي سامحيني يا ماما، أنا كنت في غفلة. البنات اللي كنت مصاحباهم كانوا عاملين عيني عنك وعن أي حد عايز مصلحتي. كنت متخيلة إن العيشة اللي كنت عايشاها هي حرية. كنت فاكرة إني كبيرة كفاية إني أختار حياتي بنفسي. أنا دفعت التمن لما اخترت غلط، سواء في جوازتي الأولى أو التانية. بس الجوازة الأولى أنا خرجت منها بدون أي خسائر، لكن جوازتي التانية أنا طلعت منها بإعاقة وعاهة مستديمة، وشفت فيها اللي لا يمكن أتخيله. لما أحكي لك هتعرفي إن ربنا رجع لك حقك. مش عايزة أعرف حاجة عنك، ومش هطردك من بيتي ولا هضربك زي ما انتي عملتي معايا. هسيبك تقعدي هنا علشان عارفة إنك سبتي شغلك لما اتجوزتي الجربوع التاني،
وعارفة كمان إنك جيتيلي بعد ما الكل قفل بابه في وشك. أنا لما سبت حضرتك ورحت لبابا أول مرة قبل ما أتجوز كنت متخيلة إن هو هيقول لي لا يا حبيبتي عيب، ماما بتفكر في مصلحتك أو أي حاجة من الكلام ده، بس لقيته في صفي وبقى بيقول لي أسوأ كلام في الدنيا كلها عنك، وده قواني عليكي أكتر. ومش هكذب عليكي، أنا قبل ما أجيلك هنا فعلا طلعت من المستشفى عليه، بس قفل الباب في وشي وقال لي إن هو متبغي مني، مبقاش في قدامي أي باب مفتوح غير بابك يا ماما. أرجوكي وقفي جنبي وبلاش تتخلي عني، أنا دلوقتي محتاجالك، وعارفة إن رغم كل غلطاتي أنت لسه بتحبيني ومش هتتخلي عني. في الوقت ده بصراحة أنا كنت ماسكة نفسي بالعافية، لما قالت كده ولقيتها بتعيط قلبي ما بقاش مستحمل، لقيت نفسي باخدها في حضني وبطبطب عليها. اهدي يا قلب أمك واحكي لي اللي حصل بالظبط، عمل فيكي إيه الزفت ده؟ سيبك من موضوع أبوكي خالص، أنا عارفة ومتأكدة إن هو اللي كان بيقويكي عليا، بس هو كان بيعمل كده يا بنتي علشان يكسبك في صفه وعلشان يحس إنك بتحبيه، مش علشان عايز يضرك. سامحيه يا بنتي، لأن أبوكي فعلا غلبان بس شيطانه ضاحك عليه. أنا عارفة كل اللي بتقوليه يا ماما، أنا دلوقتي كان كل همي إني آخد حقي من سامي اللي ظلمني بعد ما خدت بالي منه ومن بنته وسبت شغلي ووظيفتي علشانه، في الآخر بيبيعني ويعمل معايا كل ده. وبنرجع فلاش باك. سميرة كانت قاعدة في البيت عند جوزها وسامي داخل ومعاه واحدة. مين اللي معاك دي يا سامي؟ طب انت ماشي مش كويس بره ومحملني هنا هم بنتك ومريح دماغك، ده غير القرف اللي بتشربه ومعاملتك اللي زي الزفت معايا. لكن حصلت إنك تجيب ستات عديمة الأخلاق هنا لحد بيتي؟ اتفضل خد الهانم واطلع بره بيتي، بدل ما فرج الدنيا عليك وعليها. تفرجي على مين الدنيا يا أختي؟ ومين دي اللي عديمة الأخلاق يا عديمة الأخلاق؟ يا شمال انتي، وانتي فكرة إن كل الناس زيك ولا إيه؟ على فكرة البيت ده بيتي وسامي يبقى جوزي، والبنت اللي انتي فرحانة بيها دي تبقى بنتي. أنا أحسن وأنضف وأشرف منك، على الأقل أنا لما اتطلقت رحت على بيت أهلي معززة مكرمة، ولما سامي حب يرجع لي خدني من بيت أهلي برضه معززة مكرمة، مش جابني من الشارع مع دمة الأهل زيك. انت سامع الست بتقول ايه؟ هو انت رجعت طريقتك تاني؟ انت مش قلتلي لما اتجوزنا انك مش هترجع ليها مهما حصل؟ ده انا سبت شغلي وبعت الدنيا كلها، خسرت كل حاجة علشانك. ليه بتعمل معايا كده؟ أنا قصرت معاك في إيه؟ أولا هي مراتي مش طليقتي، لأن أنا وهي خلاص رجعنا لبعض، وبعدين هي قالتلك السبب اللي خلاني أبيعك واشتريها، هي واحدة شريفة ومحترمة، لما حبيت أرجعها لقيتها قاعدة معززة مكرمة في بيت باباها، وطلبتها واتجوزتها من تاني من رجالة، لكن انتي واحدة اتعرفت عليكي في الشارع واتجوزتك في الشارع، يعني لا ليكي أهل ولا عندك كرامة ولا ينفع تكوني زوجة. أنا بس كنت عايز أتسلى كام يوم، خصوصا إنك كنتي عجباني، بس بصراحة خلاص أنا زهقت منك ومحتاج مراتي بقى تكون في بيتي علشان أستقر وأعيش مرتاح مع بنتي ومراتي المحترمة الشريفة. وإنت فاكر إني هسكت وأسيبك بالسهولة دي؟ أنا هخرب بيتك وأفرج عليك الدنيا كلها. على فكرة أنا صحيح متخانقة مع أهلي وزعلانة معاهم، بس أنا من عيلة كبيرة جدا، ويوم ما تفكر تعمل معايا حاجة هيعرفوا إزاي يوقفوك عند حدك ويجيبوا لي حقي. وبنرجع من الفلاش باك. ولما قلت كده لقيته هو ومراته نزلوا ضرب فيا، وبعد كده جروني من شعري ورموني على السلم. ساعتها الجيران طلبوا لي الإسعاف، قعدت في المستشفى كذا شهر وخرجت زي ما انت شايفة معايا عاهة مستديمة في رجلي، لأني ركبت شرايح ومسامير، وهفضل أعرج وأمشي بعكاز طول عمري لأني ما ينفعش أدوس عليها بدون العكاز. طب وانتي ما خدتيش تقرير من المستشفى ليه؟
وبلغتي عن البني آدم ده هو ومراته علشان يتسجنوا. ليه يا بنتي سكتي عن حقك بالطريقة دي؟ ليه ما اتصلتيش على حد من عمامك؟ أو حتى اتصلتي عليا؟ كنت مكسوفة أكلم حضرتك بعد اللي عملته معاكي. أما بالنسبة لبابا أو عمامي فأنا فعلا كلمتهم، بس هم رفضوا يساعدوني. قالولي بكل بساطة إن هم متبريين مني. رفعت قضية لوحدي، وبالتقرير اللي خدته من المستشفى، لكن سامي أثبت إنه كان مسافر هو ومراته وما كانوش موجودين. التقرير اتحفظ بكل بساطة، وطلع هو منها زي الشعر من العجينة. أهم حاجة دلوقتي يا بنتي إنك اتطلقتي من البني آدم ده. بعد كده نبقى نشوف دكتور كويس، يمكن نلاقي حل لرجلك، سواء بقى هنعمل عملية تجميل أو أي حاجة. المهم ترجعي زي الأول. ما تقلقيش، أنا مش هسيبك ولا هتخلى عنك، وأنا هنسى كل حاجة حصلت واعتبريه درس، ويا ريت تكوني اتعلمتي منه. وقعدت بنتي معايا في البيت، بس كانت مكسورة، كل ما تشوفني تعيط وتطلب مني السماح. بس مش هكذب عليكم، ما كنتش قادرة أسامحها. كنت كل ما أشوفها أفتكر إنها ضربتني وكسرتني قدام أبوها وقدام الكل. بس في الأول وفي الآخر هي بنتي، ملهاش حد غيري. أنا عمري ما هتخلى عنها أبدا. أنا بحكي لكم قصتي دلوقتي، يمكن لما فضفض واتكلم عن اللي جوايا ربنا يهون عليا. عايزاكم تدعولي وتدعوا لبنتي، ويا ريت كل أم تاخد بالها من ولادها وبناتها وتشوفهم بيصاحبوا مين، لأن مهما كنتي مربية ولادك كويس، ممكن أصحاب السوء يفسدوا اللي انتي عملتيه في سنين ويضيعوه في أيام. وبتخلص قصتنا على كده. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنونا في قصص تانية كتير. باي باي.